هاكلمكم النهارده إن شاء الله في أكتر حاجة نعملها بإذن الله، وإحنا في انتظار النتيجة أو إحنا في انتظار شيء مهم علينا، ممكن يغيّر من حياتنا للأفضل يعني زي ما إحنا منتظرين وكده. طيب دلوقتي أنا لمّا أكون منتظرة أي حاجة في حياتي، لو كانت حاجة كبيرة وحاجة قيّمة يعني، باعمل حاجتين اتنين عشان لمّا أكون منتظرة أي حاجة حلوة تحصل أو أي حاجة قلقانة منها، أي حاجة خايفة إنها تحصل أو كده، أول حاجة باعملها إن أنا باشوف أي تصرُّف أو أي فعل أعمله يغيّر من الحاجة دي ويخلّيها بالشكل الأحسن اللي أنا عايزاه. يعني لو في حاجة أقدر أعدّل منها، أقدر أغيّر منها، أقدر أضبّط في حاجة وكده، أعملها أول حاجة. تاني حاجة إن أنا باقعد أدعي، ما فيش أي حاجة تاني، يا إمّا أغيّر من الحاجة دي لأحسن، يا إمّا أدعي. طيب خلاص أنت كتبت في الامتحان وعملت كل اللي عليك وكتبت كل اللي تقدر عليه، فبالتالي إحنا خلاص مش هتقدر تغيّر في حاجة، أنت خلاص كل حاجة اتكتبت وكل حاجة اتعملت، فخلاص مش هتقدر تغيّر في حاجة. طب الحل التاني أو النقطة التانية اللي أنا هاتكلم عنها وهي إيه؟ الدعاء. الدعاء خلاص وقته خلص، لا وقته ما خلصش، الدعاء في أي وقت. فإحنا دلوقتي الشرط الأول أو الpoint الأولانية مش هينفع نعملها، اللي هو هنغيّر في أي حاجة، مش هنعرف نغيّر في حاجة، الورقة اتحطت خلاص. ولكن الpoint التانية وهي الدعاء، الدعاء نقدر إن شاء الله إن إحنا ندعي بيه. عندي قصص كتيرة أوي عن الدعاء إنه غيّر مصير ناس كتير أوي، ولكن في بس قصة من أكتر القصص اللي يعني لامسة قلبي أوي، وأكتر قصة حسيت إنها فرقت معايا جدًا، وغيّرت من نظرتي للدعاء، وكمان هتغيّر من نظرتكم للدعاء. آآ أولًا كده قبل ما أتكلم، هو الدعاء طبعًا إحنا عارفين إنه لازم ندعي، لازم ندعي بغض النظر عن إنه الأسباب قدامك مستحيلة. أنت ما تعرفش رب الأسباب ممكن يوجد لك إيه ينجّيك بيه، تمام؟ يعني سيدنا يونس لمّا كان في بطن الحوت قال: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين." هو نجا بالذكر ده، ذكر واحد بس قاله ونجا بيه، من غير حتى دعاء، من غير أي حاجة، قال إن هو ظلم نفسه. سبّح ربنا سبحانه وتعالى، قال له: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين." اعترف بخطأه واعترف بالظلم اللي هو ظلم نفسه قبل أي حد تاني. طيب، فاللي هو ما كانش عارف إنه بذكر بس هينجيه، ربنا سبحانه وتعالى قال لك إيه؟ قال لك: "ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون." لو هو ما كانش يسبح ولا كان قال الذكر ده كان تنّاه لحد يوم القيامة. يعني شُفتوا الذكر ده البسيط في كلماته، العميق في معناه، عمل إيه؟ الذكر ده بس عمل إيه، ما بالك بقى لمّا تقعد تدعي بقى في حاجة وتوقن إنها فعلًا هتحصل لك، مش مجرد دعاء كده بادعيه وخلاص إن أنا بادعي أهو، توقن إنه من غير الدعاء ده أنت هتهلك. من غير الدعاء ده انتهاء حاجة، إنه بالدعاء اللي أنا بادعيه ده أنا هاوصل لكل أحلامي، فاهمين؟ فأنت بتعمل أهمية للدعاء وأهمية استعانتك بربنا سبحانه وتعالى. طيب، سيدنا يعقوب عليه السلام لمّا دعا علشان سيدنا يوسف، من كتر دعائه ربنا سبحانه وتعالى قال له على لسان الملايكة: "وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي لو كان يوسف ميتًا لأحييته." اللي هو من شدة دعائه ومن شدة يقينه إن سيدنا يوسف هيرجع له، من شدة يقينه إنه لأ لازم يرجع، أنا واثق في الدعاء، أنا متيقن إن ابني هيرجع. فكل الأسباب ديّة جمعت إنه دعوته تستجاب. شوفوا بعد قد إيه، بعد سنين طويلة قد إيه رجع له ابنه. فاللي هو يقن في الدعاء، فربنا سبحانه وتعالى وراه المعجزات بالدعاء. فما تفكرش في استحالة السبب، فكر في عظمة المسبب سبحانه وتعالى. فدلوقتي كلنا ندعي بيقين إن ربنا يكرمنا. أوقات كتير أوي، أوقات كتير بتفكر إنه بيحصل لها حاجة كده وتفكر إنه الpoint دي أو اللحظة ديّة كده هي غيّرت كل حاجة في حياتك، وتقعد تدعي ربنا إنه ربنا يغيّر لك الأسباب وربنا يسبب لك الأسباب، وتلاقي اتحلت من عند ربنا، اتحلت. فكر كده في كام مرة حسيت إنها معقدة أوي، وإنه ما فيش أي سبب، وإن أنت هتموت، وإنه الأسباب انتهت، وإنه كل حاجة ما فيش كل الأسباب ضدك، وإن كل حاجة عكسك. فكر إنه في اللحظة ديّة ولحظة أمّا يكون إنسان رافض كل حاجة وحاسس إنه هلك، بتكون اللحظة دي قمة النجاة عنده، بتكون اللحظة دي قمة الفرج وقمة انبعاث الفرج، لدرجة إنه بجد أنا لمّا أحس إنها ضلِّمت أوي، 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 أعرف إن جاي بعدها خير كبير، وأعرف إنه لأ، أنا في حاجة حلوة منتظراني. فأنتم فكّروا كده، فكّروا إنه مش كل حاجة صعبة تحصل لك تقول ده خلاص انتهت وخلاص ما فيش حاجة أقدر أعملها، لأ، ما فيش حد قال كده، وما فيش حاجة اسمها كده أصلًا، لإنه أنت طالما إحنا عايشين وطالما ربنا بيرزقنا وطالما ربنا هو اللي خلقنا في الحياة ديّة، أكيد مش خلّينا يعذّبنا. يعني أنت بس حاطط في دماغك إنه ربنا مش خلقك عشان يعذّبك، هو خلقك عشان ينجّيك، عشان يجازيك ويختبرك، وعلى أساس الاختبار ده لو نجحت فيه هتاخد جزاءك وهو الجنة، تمام؟ فأنت بس تكون عارف إنه ما فيش حاجة اسمها أنا الدنيا صعبة عليَّ وإنه ما فيش حل، لأ هو أكيد في حل، بس لحد دلوقتي أنت مش لاقي الحل، لحد دلوقتي أنت مفكّر إن الدنيا صعبة. طيب، فإيه أكتر حاجة أنصح بيها من النهارده لحد ظهور النتيجة إن شاء الله يوميًا تعملها؟
استغفار، استغفر على قد ما تقدر، تمام؟ أكتر حاجة بقى فرقت معايا جدًا وباحبها وباحس بأثرها جدًا، صلاة الحاجة والدعاء المأثور بتاعها. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. وتقول بقى كل الدعاء لحد آخره، وتدعي ربنا بعد ما تخلّص الدعاء تدعي ربنا بحاجتك، ربنا إن شاء الله بيستجيب دعواتك. يعني إن شاء الله نحتسب الدعاء ده إنه دعاء لا يُرَد بإذن الله. أنت بس في الفترة ديّة تهدّي نفسك وتذكّر إنه كل متوقّع آت، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب، إنه الحاجة اللي أنت بتتوقّعها هتيجي، فأنت تكون عارف إنه لو أنت توقّعت خير هييجي الخير، لو أنت توقّعت إنه ممكن يحصل حاجة تانية، تيجي الحاجة التانية. وليه نوتّر نفسنا دلوقتي يا جماعة؟ كفاية توتّر النتيجة، وكفاية توتّر إن النتيجة دلوقتي هتُعلن وبنقعد ندوّر على النتيجة والموقع واقع. سيبوا ده لوقته، سيبوا ده لوقته. أنتم مش عايشين الحياة مستمتعين أوي وفرحانين أوي لدرجة إن أنتم تشوفوا أي لحظة في حياتكم تنكدوا بقى على نفسكم عشان تعوّضوا الفرح اللي بيحصل على طول الوقت ده. لأ مش كده. فأنت ليه بتنكد على نفسك، ليه بتزعّل نفسك؟ اهدى كده واستعين بالله، ورب الخير لا يأتي إلا بالخير.